71 شخصا اختلفت مسارات حياتهم لتلتقي في طائرة أنطونوف 148 لتأتي المأساة وهم على متنها بعد دقائق من الإقلاع. طائرة الركاب المنكوبة التابعة لخطوط ساراتوف الروسية كانت لتصل موسكو بأورسك على الحدود مع كازاخستان. قسوة الأحوال الجوية لم تدفع إلى إلغاء أو تأجيل الرحلة التي كانت المهنية والخبرة عنوان القائمين عليها من أفراد الطاقم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز للجهات المختصة بالبت والتحقيق في حيثيات ما جرى للطائرة. الطائرة المنكوبة تم تحديد موقع حطامها من الجو حيث تناثرت أشلاؤها في حقل قرب مدينة رامينسك بضواحي موسكو. الحطام تبعثر في دائرة محيطها بين كيلومتر و2. فرق الطوارئ والتحقيق تواصل عمليات البحث وذلك في ظروف قاسية مع وجود الثلج وصعوبة الرؤية. التقطت صورا لبعض أجزاء الطائرة. انظروا، لقد كسرت بعض الأشجار. ها هي الأجزاء، إنها مجرد أجزاء قليلة. لم أشاهد جثث الضحايا. لقد كان الصوت قويا جدا وكأنه انفجار، حتى أن بيتنا ارتج بسببه. كنت مستلقية على سريري عندما سمعت صوت انفجار اهتز السرير بقوة. في البدء اعتقدت أن الثلج سقط عن سطح المنزل، ولكن عندما خرج صهري لتقصي الأمر علم بأن طائرة انفجرت. في البداية قالوا إنها مروحية، لكن صوت الانفجار قويا جدا. هيئة التحقيقات الفيدرالية لم تستبعد أي من الفرضيات، ووزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف طالب الجميع بانتظار نتائج التحقيقات. يتواصل البحث عن صناديق البيانات والسجل الصوتي للطاقم لتسليمها إلى اللجنة الدولية للتحقيق في حوادث الطيران لمعرفة أسباب الحادثة. أرجو التوقف عن إعطاء تعليقات حول الأسباب لأن التحريات في هذا الشأن تجريها لجنة التحقيق. قوات الطوارئ تعمل على مدار الساعة للبحث عن حطام الطائرة وفق المعايير المتبعة، والإمكانيات المتوفرة كافية للقيام بالمهمة. إلى ذلك يبقى أمام فرق الاختصاصيين في المكان استكمال البحث إلى أن يتم التأكد من هويات كل الضحايا وتحديد أسباب ما حدث. أريج محمد، آرتسي، ضواحي موسكو.